مكرونه الاسباجيتا، وكمان هنعمل جنبها بطاطس محمره، وهنقدم اللي هي الوجبه الشيكيتيتا دي اول مره اجربها طبعا، فهنشوفها النهارده وهنقول راينا فيها باذن الله اخر الفيديو. ومعانا النهارده ايه المكونات؟ معايا طماطم مضروبه على الخلاط، ومعايا كمان كام فص ثوم هنقطعه كده حتت صغيره، وكمان معايا بصلايه برده مقطعه مكعبات حتت صغيره، ومعايا بقى هنا في الطباق الصغيره دي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من التوابل المشكله، وكمان حبايه من مرقه الدجاج كده مفروكاها خالص ناعم ومخليها برده عشان هنحطها للصلصه. تمام، هنبتدي هنا بقى اول حاجه كده هنقليها او هنحمرها هي البطاطس، بدأنا بيها هي الاول اهي، حطيناها على زيت سخن، وهنبتدي بقى دلوقتي نديها تقليبه كده، وبعدين هنغطيها زي ما احنا دايما متعودين، وهنسيبها بقى شويه كده على النار قد دقيقتين 3 على نار هاديه متوسطه، وبعدين بنرجع نعلي النار لحد ما بتحمر وبتدينا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بنهدي عليها النار بتاخد دقيقتين 3، وبنرجع يا جماعه نعلي النار ونقلبها تقليبتين كده لحد ما بتدينا اللون الذهبي ده، بتكون بقى استوت من جوه كده وبقت طريه، ومن بره بتبقى مقرمشه كده زي ما انتوا شايفين، وبتبقى الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنكمل بقى الكميه الباقيه كلها معانا بالطريقه دي، ويا ريت يا جماعه لو موجوده عندنا مناديل مطبخ نطلعها على المناديل افضل، عشان لو في زيت زياده او اي دهون مثلا في البطاطس بتنزل على المناديل، وبتفضل البطاطس معانا مقرمشه زي ما هي. لما بنطلعها في الطبق كده من غير مناديل مطبخ فطبعا بتضطر معانا شويه يعني، فانا حبيت اقول لكم الملحوظه دي عشان نبقى واخدين بالنا. دلوقتي بقى هنكمل باقي قلي البطاطس كله بالطريقه دي كده، هنحمره كله كده، ونشوف بعد كده هنعمل ايه تاني. طلع ما شاء الله لونها حلو قوي، شايفين؟ ويبقى عندنا نلاحظ كده ان البطاطس تبقى كلها بسوى واحد او بسمك واحد، عشان ما تبقاش واحده تخينه وواحده رفيعه، تبقى واحده مستويه والتانيه لا. فنلاحظ يا جماعه كل الحاجات دي بتفرق معانا في الاكل. دلوقتي بقى جبنا حله هنا عشان هنعمل التقليه او التسبيكه بتاعه المكرونه، هنسيبها تسخن شويه كده على النار، وبعدين نحط لها بقى شويه من الزيت، وننزل بالبصلايه بتاعتنا اللي هي المتقطعه حتت صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده. هنحمر بقى البصلايه دي لحد ما تدينا اللون الذهبي بالشكل ده كده. دلوقتي بقى خدت اللون الجميل ده، هننزل على طول دلوقتي نبتدي ننزل عليها بالكام فص ثوم اللي احنا مقطعينه حتت صغيره، وكمان الفلفل الاسود والتوابل المشكله، وحبايه المرق الدجاج اللي احنا كنا مفروكينها ومخلينها ناعمه كده عشان نحطها للصلصه، ودي اختيار يا جماعه، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين بلاش منها. ودلوقتي كده على طول نزلنا بالطماطم، وهنسيبها بقى تتسبك مع بعض على النار كده، وهنبتدي هنا بقى نعمل ايه؟ هنقلي الوجبه بتاعتنا. وطبعا هنا نراعي ان الزيت معانا يبقى سخن زي ما انتم شايفين كده، وهننزل على طول بالقطعه بتاعتنا، وهنبتدي نقلبها على الجنب التاني كده، يكون الزيت معانا هدي شويه، لان احنا طبعا كنا مطلعينها من الفريزر. اول مره اجيبها واجربها يا جماعه، فان شاء الله بعد ما اجربها النهارده كده هقول لكم في اخر الفيديو الدنيا ايه فيها يعني، او هي عامله ازاي. زي ما انتم شايفين معايا هنا كده بدات تاخد لون كده من الجنبين، هسيبها برده كده شويه على النار عشان تستوي على راحتها. وفي الحله دي كده انا جهزت ميه عشان المكرونه اول ما تغلي ان شاء الله نبتدي نسلقها مع بعض. كل ما تحمر من جنب ببتدي اقلبها على الجنب التاني، واخدها كده على جميع الجهات لحد ما تبقى معايا باللون اللي انتم شايفينه ده. الحاجات اللي زي كده لازما يعني نخليها تبقى على النار كويس، تستوي بطريقه حلوه كده عشان نعرف ناكلها، عشان ما نخليهاش تاخد لون بس من بره وتبقى من جوه نيه. فلازم نهدي عليها النار، تنزل على زيت سخن ونهدي عليها النار، وتاخد معانا اللون كده من الجنب ده، نقلبها على الجنب التاني لحد مع الاخر بتحمر من جميع الجهات، وبنطلعها ان شاء الله بتبقى معانا مقرمشه زي ما هتشوفوها في الفيديو. هنا الطماطم هنا كده اتسبكت خلاص بتاع المكرونه، وهنا كده بنكمل باقي التحمير بتاع القطع بتاع الفراخ زي ما انتم شايفين اهو. دول اللي احنا حمرناهم اول مره، شكلهم تحفه
لونهم حلو قوي كريسبي معانا كده وجمال جدا. هنكمل بقى باقي الكمية كلها لحد ما بنخلص، وبتبقى معانا بالشكل الجميل اللي هتشوفوه ده. ما شاء الله بصوا شكلهم حلو قوي. بعد كده ما خلصنا تحمير خلاص، هنبتدي بقى دلوقتي نسلق المكرونة. هنحط هنا كده حوالي معلقة كبيرة من الملح او معلقة ونص على حسب المية اللي احنا حاطينها قد ايه، بالشكل ده كده. دلوقتي بقى خلاص كده قلبنا الملح اللي حطيناه كويس. هنبتدي نجيب المكرونة زي ما انتم شايفين كده، وهننزل على طول على المية المغلية. تمام قوي كده، حطيناها خلاص في المية. هنقلبها بقى تقليبه حلوة كده مع بعض. ونقدر هنا كمان نحط شوية من الزيت مع الملح اللي احنا حطيناه ده. نقدر نحط كمان معلقتين 3 من الزيت عشان تستوي تبقى مفلفلة كمان، اللي قلقان يعني او اللي خايف يسويها زي ما انا عملتها كده من غير زيت. هنخلص بقى ونوريكم ان شاء الله الاكل في الشكل النهائي. ودلوقتي كده خلاص خلصنا الغدا بتاعنا وغرفناه، ودلوقتي ادي شكل المكرونه بعد ما اتغرفت، وكمان البطاطس محمره والوجبه اللي احنا عملناها دي. بالنسبه بقى الوجبه بتاعتنا اللي احنا عملناها دي اللي هي شيكيتيتا، طبعا هي حلوه ما قلناش حاجه، تمام من بره كده كريسبي وجميله، بس انا ما حبيتهاش قوي. انا بس لولا الولاد اللي طلبوها وكده يعني حبيت اجربها معاكم وقلت اعملها معاكم، بس انا ما استلطفتهاش يعني. انا عملتها ما حبيتش طعمها قوي، مش زي الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت. انا من الاشخاص اللي مش بتحب الحاجات بتاعت بره ولا بتشجع الحاجات اللي بشتريها من بره، تمام، مش بتبقى طعمها خالص زي الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت. فانا قلت برضو اجيبها واجربها معاكم، ودينا عملناها. تحسوها ان الطبقه اللي بره الطبقه الخارجيه اكتر من لحم الفراخ نفسه اللي جواها، فعشان كده يمكن انا ما استلطفتهاش. حتى التوابل برضو فيها توابل ناقصه، يعني فيها حاجه ناقصه انا ما حبيتهاش. اللي عايز يجربها يا جماعه يجربها، واللي مش عايز برضو حاجه ترجع لكم. انتوا زي ما انتوا شايفينها قدامكم اهو. يلا بقى الفيديو بتاعنا خلص لحد كده. حبايبي اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامه.